النهارده هنعمل روتين تنظيف الغسالات. هي معلش غسالة الصراحة مقلب زبالة، مش عارفة دي حاجة توقع كده من على الحوض. هننضف بقى الدرج ده معاكم كده ونتعلم سوا. عايزين نديلها تنظيفة بنت ناس، لان هي الصراحة عايزة الرمي زي ما انتوا شايفين كده. اهي عادت بترجع المية بتاعتها كده والربة بتاعتها دي. هنعمل لها بقى دورة تنظيف بالخل محترمة كده بنت ناس. نبدأ ونقول بسم الله. نشيل الدرج الأول، في هنا مكبس كده بنضغط عليه، الدرج بيطلع معانا اهو. ننضفه الأول بفرشة سنان في الليفة اللي هي بتاعت المواعين دي بقى، وبتمسكيه تحت المية كده او مية شوية مية سخنين وخل وهينضف معاكي. نضفه كده وارجع. الصراحة انا اول مرة اكتشف الدرج ده. هنضفه سوا بقى معاكم كده يا شطار. الست الشطارين كده اللي هليب دول. هننضف سوا كده ونعلم بعض. مش هفتي عليكم بقى واقول انا بعمله كل اسبوع بدها دورة. والله الصراحة انا اول مرة اهو اتفرجت على فيديو الصراحة شجعني كده، قلت ايه اما اقوم اعملها. انا بخاف من الحاجات دي يعني، ما بحبش العب فيها كتير، لان كتر الفك فيها بيبوظها. انا بس مش مالكة، بس هو الاريال هينضفه يعني. هي فرشة سنان زي الفل اهي، مخليها زي الفل، والاريال لازق فيها كمان. هذا الدرج نضفناه، الحاجة دي لونها ثابت عليه، يعتبر معقول حلو. نشوف مكانه بقى. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. معاكم من يوميات من النهاردة. هننضف الغسالة وما تحمليش هم. يلا كده قومي يا شطورة يا لهلوبة انت وهي نضفي الغسالة الأوتوماتيكية. أول مرة اكتشف الحاجات دي الصراحة. دي مكان نزول المية على فكرة اهي. اللون ده بقى من المية نفسها اللي هي جاية من خزان مثلا. هي عاطية اثر لون كده مع ترسبات اريال اهي. هنحاول على قد ما نقدر نروق عليها كده. وفرشة اسنان قديمة عندك بقى، اشتغلي كده وروقي على غسالتك. كده كده بقى المية السخنة جايلها في الشتاء اهو، هتروق عليها لوحدها كمان. ساعات لما بتكوني جايبه اريال نوع مش كويس بيعمل ترسبات على فكره. دي طبقه صدى، على طبقه صدى هي اللي منزله ومرسبه في الدرج. كنت فاكراها بواقي كده او اي حاجات ترسبات من على الحوض، لان هي على الحوض على طول. دي الرخامه بتاعت الحوض اهي، وهي تحتها في مفرش له، بس ساعتها ما برفعه بيقوم بيتاخر من مكانه كده. قلت جايز يجي عليها ميه ولا حاجه اهي. هي اللي زقت الغطا ده. هنحاول على قد ما نقدر. استغفر الله العظيم. طب ازاي غسالة اصلا هتنضف هدوم وهي بالمنظر ده؟ صراحة كانت بتطلع ريحة الهدوم مكمكمة. مش هقولك مبيتاها ونسيتها قلت انشرها يوم تاني. هي في وقتها كده بطلع ريحة. احط دوني واحط اريال
اوتوماتيك ما بستخسرش فيها، بس الشركة اللي بتصنع الاريال هي اللي بتستخسر فينا الصراحة. اريال اوتوماتيك نضيف، فالغش شغال على ودنه الصراحة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يغش. يعني يكفي ان هي عايشة معاه 15 سنة دي، يعني متهيألي يعتبر محافظة عليه ولا ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات كده، هل انا مهملة ام المجتمع اللي فاسد ومهمل والغش شغال على ودني؟ بصور فيه مش تركزوا كده. شوف لها بقى اسفنجة مبلولة كده ونطوقها نشوف. لقيت عندي اسفنجة كده بنتي ناس محترمة، هنحاول نمسح بقى كده ونشوف. مفيش اسفنجة يعني ما طلبتش، ممكن تعملي بقى حتة قماشة عادي، احنا مش هنصعب الموقف على نفسنا. بدأت والله، ده عايزة لها ايه، شفشق مية ولا البتاعة اللي بتغسل السجاد دي ولا تروح المغسلة، غسالة تروح المغسلة بتاعت العربيات. شوف نكب مية فيها كده هتعمل ايه. ترسبات احلى حاجة في الكشاف ده ان هو بينور برضه، بيصور وينور زعلانة على البرومة اللي اتعملت دي الصراحة. هل دي ترسبات مية بقى من هنا بتطولها، ولا البرومة دي جاية من اريال؟ جاهدين وشاكرين ونضفنا الدرج. اجيب بقى ازازة خل كده بنت ناس كلها بقى، ما تستخسريش. بتحط في الجوان ده برضو، هنحط في الجوان ده عشان ينضف اهم حاجة، لان هو السبب. عايزين نصور قبل وبعد نشوف لمعة الستيل. فكرة الستيل بتاعها نضيف جدا حلو. نوعها زانوسي، اللي هي الغسالات الاوتوماتيك. اول ما طلعت قبل ما يتلف فيها، ايه رايكم نختارها ونحط بيكو بيكنج باودر او كيك شيف؟ يلا عشان تنفش 1 بيكنج باودر، سامعين صوت الفوران؟ يطفوه. بشارك يا هولندا. هو الجوان الصراحة عايز تلميع، بس انا سبته، قصدت اسيبه اشوف هل جرعة التنظيف هتأثر على الجوان من هنا، من عند الباب من جوه كده ولا لا. ما اثرش، يعني نمسحه بعد ما نخلص دورة الغسيل. يلا سير يا نورماندي. بسم الله. انا مش عارفه اعمل الدرجه ايه الصراحه، هي ايه خليتها 80 وعملتها دوره القلم
الألوان سي 3 2 1. بدأت تتملى مية اهي. خليكوا فاكرين شكل الغسالة قبل التنظيف. كده الغسالة خلصت الدورة بتاعتها. نشوف بقى عملت ايه. من ناحية الريحة بتاعتها حلو، عطيها ريحة نظافة حلو. الجوان يعتبر ايه نضف عن الاول، يعني هي عايزة كمان كرتونة خل. مش ازازة. نمسح كده ونشوف وهو بايش. كتر خيرها اصلا ان السوستة بتلف وتشتغل. اها دبدوب دبدوب. انت لابس اكيد دبدوب. طيب امسحي كخيا. الجوان ده عايز بخاخة ضغط ماء لان شايفين نسبة الطين. ايه دي من هدوم الشغل الصراحة، المفروض تشطف ولا ايه؟ وتراكم 15 سنة برضه. عايزة انا احط فيها بقى غسلة الهدوم.